في مرحلة كده بنسميها مرحلة الشغف بتاعة المكالمات الطويلة، مشاوير الكورنيش والجوابات، بعت لي نظرة بعتله. كلمة صغيرة ممكن تغير يومك وترفع مودك لأن الدوبامين بيبقى في السماء. لو انت بتسمعني دلوقتي أكيد شايف صورتك وانت لسه عريس أو عروسة، أو يمكن شايف نفسك دلوقتي بقيت أب أو أم بعد سنين. وفي سؤال واحد موجود دلوقتي بيني وبينك: هو الحب بيتغير بعد الأطفال ولا بيختفي؟ حلوة البدايات. سنة أولى جواز بيبقى دايما في توقعات رومانسية وفي الصدمة الواقعية. الزوجة متوقعة إن الورد والشوكولاتة والاتصالات لسه مكملين، والزوج متوقع إنه في قعدات حلوة، خروج في القهوة مع الصحاب، قعدة حلوة في البيت، نتفرج على فيلم. لكن فجأة الدنيا بتتشقلب من دور العاشق والعاشقة لدور الأب والأم، وتبدأ تتغير خريطة الأولويات: مسؤوليات الشغل، مسؤوليات البيت، مسؤولية الأهل، مسؤولية البيبي، وكله بيضغط في نفس الوقت. في دراسة اتعملت 2020 بتقول إنه لو العلاقة الزواجية بدأت برضا عالي في أول سنة، ففرص الحفاظ على هذه العلاقة بيكبر مع الوقت. لكن البداية مش كفاية، المهم إزاي الزوجين يتأقلموا مع التغيرات اللي بتحصل، سواء كانت وقت الحمل، وجود مشاعر متقلبة نتيجة الهرمونات، الألم بتاع التعب الجسدي والقلق المستمر. أما الأب في الوقت ده بيحس إنه مهمش وإنه كل التركيز على الأم وصحتها وصحة الجنين. كمان العلاقة الحميمة بتتأثر وبتتحول لساحة قلق بدل من ساحة مودة، خوف من الضرر اللي ممكن يقع على الجنين أو على الأم، أسئلة للطبيب عن ما هو المسموح وغير المسموح في العلاقة الزواجية. والحل إن احنا نكون في حوار مفتوح، وإن احنا شركاء مش متنافسين حتى في أصعب اللحظات. المهم إزاي الزوجين يتأقلموا مع التغيرات اللي بتحصل، سواء كانت وقت الحمل، وجود مشاعر متقلبة نتيجة الهرمونات، الألم بتاع التعب الجسدي والقلق المستمر. أما الأب في الوقت ده بيحس إنه مهمش وإنه كل التركيز على الأم وصحتها وصحة الجنين. كمان العلاقة الحميمة بتتأثر وبتتحول لساحة قلق بدل من ساحة مودة، خوف من الضرر اللي ممكن يقع على الجنين أو على الأم، أسئلة للطبيب عن ما هو المسموح وغير المسموح في العلاقة الزواجية. والحل إن احنا نكون في حوار مفتوح، وإن احنا شركاء مش متنافسين حتى في أصعب اللحظات. بعد الولادة العلاقة فعلا بتكون في اختبار حقيقي. ماما مرهقة من قلة النوم والتركيز كله على المولود، لسه بتلاحظ التغيرات اللي بتحصل في جسمها، وزنها، الرضاعة، ترضع ازاي، يا ترى هيأثر على جسمي وعلى صورتي كأنثى ازاي، ويبقى فيه لخبطة. والأب يبدأ يحس بالغيرة من الطفل والتهميش، ويبدأ يحس بضغط المسؤوليات أكتر، إنه بقى منوط بيه إنه يعمل أدوار في المنزل أكتر من قبل كده، وبقت الزوجة متوقعة منه أدوار للرعاية أكتر من كده، والدلع والحنان عشان أقول لها أنك لازلتي أنثى وبحبك زي ما أنتي حتى بعد التغيرات دي، وضغط الشغل. وبالتالي تظهر أول وأكبر مشكلة: جفاف العلاقة العاطفية، الفتور الجنسي، والخلافات الصغيرة تبدأ تكبر قوي. وهنا أنصحكم بالصبر، ثم الصبر، ثم الصبر، والمشاركة في البيت والدعم. في كتير من الدراسات بتقول إنه أكتر فترة العلاقة الزواجية معرضة فيها للفتور هي أول سنة بعد الولادة، لأنه بيتم فيها إعادة تعريف العلاقة الزواجية. إحنا بقينا أب وأم مش بس زوجين، وبالتالي محتاجين نخصص وقت للكابل مش للأسرة بس. ودي غلطة أنا وغيري بنقع فيها، إنه مع ضغطة المسؤوليات ومع ضغطة الشغل ومع ضغطة العوائل، إنه اقعد وقت مع مراتك، لازم تعملوا كذا، لازم تعمل كذا للبيبي، بننسى إن إحنا كنا كابل. وبالتالي محتاجين نفكر نفسنا تاني إن العلاقة ما كانتش جنس بس، العلاقة فيها كلام حلو، فيها أحضان، فيها لمسة طيبة،
كل هذه الأشياء بتؤدي إلى تغذية العلاقة الزواجية، وهنا الحب مش بيختفي لكن بياخد شكل جديد. هذا الشكل الجديد بيتأثر بكتير من التغيرات الهرمونية، بمعنى الأم خارجة من الولادة سواء كانت طبيعي أو قيصري عندها بين، عندها ألم. بعد الولادة بتنخفض الرغبة الجنسية نتيجة انخفاض الهرمونات. كثير من السيدات 10-20% منهم بيصابوا باكتئاب ما بعد الحمل، وبالتالي المشاكل اللي بتحصل جوه البيت والتغيرات اللي بتحصل بعد الولادة جزء منها بيولوجي وهرموني، مش بس مسؤولية حضرتك أو مسؤولية الأهل أو ضغط المجتمع أو نقص الفلوس، ده في حاجات هتحصل كده كده. الأب بتبدأ تنخفض عنده معدلات التستوستيرون بعد ولادة الأطفال، ودي دراسة اتعملت في 2011. طيب وبالتالي بيكون أكثر لطفا، أو يفترض أن يكون أكثر لطفا. طيب ويبدأ يحاول إنه يدي رعاية أكتر لزوجته والآخرين، وعشان كده بنقول المرحلة دي تاني محتاجة صبر من الطرفين. طيب هنعمل إيه؟ العلاقة الزواجية بعد الأطفال مش بتموت، محتاجة أفكركم إنها بتتغير. الحب بيتحول من حب فيه باشن، فيه شغف، حب بسيط وسريع، لحب أعمق محتاج صبر ورعاية، بيكون أكثر صداقة ومسؤوليات. الطفل محتاج يشوف أب وأم بيحبوا بعض، مش مجرد شريكين في المسؤولية أو في شيل الهم، الاميتي لاف زي ما بنقول. وانت دلوقتي ممكن تكون بتفكر في لحظة حسيت فيها ان علاقتك بشريكتك اتغيرت بعد الولادة. يمكن حنيت للي كان، او يمكن لقيت حب جديد في شكل مختلف. سؤالي ليك دلوقتي، هل حسيت يوم ان علاقتك بشريكتك او علاقتك بشريكك اتغيرت بعد ما بقيتوا ابهات وامهات؟ وواجهت ده ازاي؟ يا ريت تسجل الاجابة فريل تبعته لنا وهنستقبله. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، سبسكرايب وشير.